بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأحباء، أهلا بحضراتكم فيديو جديد. يبدو أن وفاة الملحن الكبير حلمي بكر مش هتمر مرور الكرام. اللي في الصورة قدام حضراتكم ده هشام حلمي بكر، وهو الابن الأكبر للموسيقار حلمي بكر. الموسيقار حلمي بكر بعد 13 زواج أنجب هشام، وفي طفلة صغيرة من زوجته الأخيرة السيدة سماح القرشي. هشام كان مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا رجع بعد وفاة والده عشان خاطر يدفن والده ويتلقى فيه العزاء. ولكن يبدو ان هشام كان جاي وفي نيته حاجة تانية خالص، مش بس انه يدفن والده ويتلقى فيه العزاء، ولكن هشام قرر ان هو يوجه لزوجة والده السيدة سماح القرشي اتهام واضح ومباشر بان هي المتسببة في موته، وتحديدا ان هي سمته. ان الملحن الكبير حلمي بكر مات مسموما، دي مش وفاة طبيعية. هشام حلمي بكر هو اللي اتهم زوجة والده السيدة سماح القرشي بان هي قامت بتسميم والده، والده ما ماتش بشكل طبيعي او وفاة طبيعية، ولكن هناك شبهة جنائية. ده الكلام اللي اعلن عنه هشام حلمي بكر، ووكل عشان خاطر هذه المهمة المستشار مرتضى منصور، هو المحامي الآن الخاص به هشام حلمي بكر. والمستشار مرتضى منصور أدلى بتصريحات كده خاصة بهذا الموضوع، هتلوها على حضراتكم الآن. المستشار مرتضى منصور أصدر بيان كشف فيه عن ملابسات وتفاصيل وفاة الملحن الكبير حلمي بكر، وقال ان هو هيتقدم ببلاغ بناء على طلب طبعا وكيله ضد سماح القرشي اللي هي الزوجة الأخيرة للفنان حلمي بكر أو الملحن حلمي بكر رحمة الله عليه. بعد ما أثبتت التحاليل، خدوا بالكم يا جماعة من الكلمة دي، ده كلام المستشار مرتضى منصور، هو اللي قال هذا الكلام. بعد ما أثبتت التحاليل أنه مات مسموما. المستشار مرتضى منصور في التصريحات اللي أدلى بيها قال كده يا جماعة نصا وقال ان زوجته رفضت ايداعه في احدى المستشفيات بالقاهره، وكان علاجه على نفقه الدوله ونقابه الموسيقيين. هو كان في المستشفى دي هيتعالج على نفقه الدوله ونقابه الموسيقيين. وقال ايضا انه تم خطفه رغم حالته الصحيه وايداعه احدى قرى مركز كفر صقر بالشرقيه بلا رعايه او عنايه في الوقت الذي تركته زوجته في منزل والدتها بالشرقيه، وذهبت هي للاقامه هي ونجلتها بنت الملحن حلمي بكر الصغيرة للإقامة في منزله المملوك له في الجيزة. وقال انه تم نقله الى المستشفى قبل الوفاة مباشرة. خدوا بالكم يا جماعة بقى من الجزئية اللي جاية دي، بالشرقية، انه تم نقله الى المستشفى قبل الوفاة مباشرة في الشرقية، محافظة الشرقية. وقد أبلغ الدكتور المعالج بأنه وصل للمستشفى وهو يعاني من حالة تسمم. ده كلام المستشار مرتضى منصور، قال الكلام ده عن الفنان الراحل حلمي بكر. قال إن الدكتور، هعيدها مرة تانية، وقد أبلغ الدكتور المعالج، ده كلام المستشار مرتضى منصور، بأنه وصل الفنان حلمي بكر للمستشفى وهو يعاني من حالة تسمم. لذلك بصفتي وكيله سأتقدم بلاغ ضد زوجته أتهمها فيه بقتله، ووجه تحذير لزوجته، وقال لها أنصح هذه السيدة، ما قالش حتى اسمها، بعدم حضور جنازته أو عزائه لأن محبيه وعائلته في حالة غليان. ده كان البيان اللي أدلى بيه المستشار مرتضى منصور، اللي أصبح وكيل عن هشام حلمي بكر نجل الفنان الراحل حلمي بكر. زي ما قلت لحضراتكم، واضح كده ان الموضوع هياخد منعطف تاني خالص. احنا طبعا انا قدمت لحضراتكم فيديو خلال الايام القليله الماضيه بعد وفاه الفنان حلمي بكر مباشره. قدمت فيديو عشان بس نترحم عليه، وعشان اطلع حضراتكم على خبر الوفاه، وعشان اقول مجموعه من المعلومات كده. وكنت اعتقد ان الموضوع هيعدي بدون وجود اي مشاكل على الاطلاق، شخص توفاه الله رحمه الله عليه والكلام ده كله. ولكن طبعا واضح ان نجله اللي هو هشام قدم الى القاهره او حضر الى القاهره،
وفي دماغه سيناريو اخر يريد ان ينفذه. طبعا الله اعلم الحقيقه فين، هل هشام حلمي بكر نجل الفنان حلمي بكر لديه ادله تؤكد المعلومات الخطيره اللي هو بيتكلم فيها واللي جت على لسان وكيله المستشار مرتضى منصور؟ يعني فعلا الفنان حلمي بكر وفقا للكلام اللي اعلن اللي لسه قاريه لحضراتكم دلوقتي، هل هو فعلا حضر الى المستشفى وكان مسموما؟ وهل فعلا اتهامه لزوجة والده السيدة سماح القرش حقيقي فعلا، ولا الكلام ده مبني على يعني كراهية بقى، ولا يعني ضغائن، ولا اي حاجة من الحاجات دي كلها؟ طبعا الموضوع لسه في اوله، وصعب ان اي حد يعني يحسم الكلام او يحسم الجدل حول هذا الموضوع. الكلام اللي اتقال من هشام بناء على او وفقا للتصريحات اللي قالها المستشار مرتضى منصور اللي هو وكيل هشام ابن الفنان حلمي بكر، ان الفنان حلمي بكر هناك يعني باللغه القانونيه كده شبهه جنائيه في موته، شبهه جنائيه انه ما ماتش يعني كده، يعني موتة ربنا زي ما بنقول. هناك شبهه جنائيه وفقا للكلام اللي قال، وزي ما هو قال وادلى بالتصريحات ان الدكتور اللي تابع الحاله وفور وصول المستشفى قال ان هو كان حضر المستشفى وهو مسموم. ده الكلام اللي اتقال. الله اعلم مدى صحه هذا الكلام. هل الكلام ده زي ما انا قلت كده بعيدها مره ثانيه، هل الكلام ده بيتقال بناء على معلومات مؤكده؟ طبعا لو معلومات مؤكده يبقى القصه خدت منعطف ثاني خالص، يبقى احنا كده رحنا في سكه ثانيه خالص. ولا هو بيقول كده بناء على يعني بقى الكراهيه، في مشاكل بينه وبين زوجة والده، في ضغائن، في حاجات زي كده. وطبعا في هذه الحاله لو ثبت عدم صحه البلاغ ده او ثبت عدم صحه هذا الكلام، طبعا يكون من حقها انها تتحرك قانونا ضد هشام حلمي بكر. هنتابع طبعا مع بعض الموضوع، لان زي ما قلت لحضراتكم انا وغيري لما اتكلمنا في وفاه الفنان حلمي بكر كنا بنعرض الخبر عشان نترحم مع الراجل، وهو راجل يعني رحمه الله عليه، كان راجل يعني كبير في السن ومسن، وكان بيعاني من ازمات صحيه كثيره في اواخر ايامه، يعني فوفاته ممكن تكون امر طبيعي عند ناس كتير. ولكن الكلام اللي بيقوله هشام يعني الله اعلم بمدى صحته، ولكن هو طبعا بيوجه اتهام في منتهى 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 الخطوره لزوجته. وزوجته على فكره كانت طلعت في يعني تصريح اتكلمت معاه العديد من المواقع الاخباريه الكلام ده قبل وفاته بايام قليله، وقالت ان هو في ناس بتتكلم على ان هو مختطف. فانا قلت الكلام ده في الفيديو اللي انا قدمته لحضراتكم. قالت ان في ناس بتقول ان هو مختطف، ان هو مقيد الحريه. لا، الفنان كانت بتتكلم على حلمي بكر، يعني بتقول ان الفنان موجود في الشرقيه برغبته وان هو مش عاوز يقابل حد. وانا قلت هذا الكلام في الفيديو السابق، حضراتكم انا هسيبه لحضراتكم برضو في الفيديوهات المقترحه للي حابب يشوف انا قلت ايه في هذا الفيديو. ولكن طبعا هشام لما جه طبعا يعني قلب كل الموازين وقال الكلام اللي انا قلته لحضراتكم، وبيتهمها ان هي تسببت في موته. ومش بس تسببت في موته، ده بيتهمها بان هي سمته. يعني تخيلوا بقى وصل لمرحله ايه. فطبعا الموضوع ده موضوع في منتهى الخطوره، وقالوا ان هم يتقدموا ببلاغ للنيابه العامه. طبعا قصه كده زي ما قلت خدت منعطف تاني. احنا هنتابع مع بعض هذا الامر، وطبعا نتمنى ان لو في حقيقه تبان، يعني لو لا قدر الله مثلا كان حصل له حاجه او توفاه الله الفنان حلمي بكر بناء على الكلام ده وطلع الكلام ده حقيقي، لا يبقى خلاص، يبقى احنا كده دخلنا في سكه ثانيه خالص. ونتمنى طبعا ان حقه يجي. ولو كان هشام حلمي بكر بيقول اي كلام بس بقى زي ما قلت رغبه في الانتقام من زوجة والده ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، لا يبقى هو يجب ان يحاسب على هذا الموضوع. هنتابع بعض الموضوع خلال الايام اللي جايه، وهنشوف ايه اخر التطورات في هذا الامر. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.